السلام عليكم، يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيون قلب الحلوين المشتركين واللي لسه مشتركوش في قناتي. ولو انت اول مره بتتفرج على القناه بتاعتي، ادخلي بقى كده واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، وكمان اعملي لايك للفيديو عشان يوصلك مني كل جديد ومفيد ان شاء الله. النهارده يا حبيبه قلبي انتوا وهي هنعمل لكم بقى ايه؟ الكشري المصري بكل تكاته وحركاته، وان شاء الله النتيجه هتعجبكم، وعاملاه زي بتاع المحلات بالظبط. جايبه معايا كل المكونات كده، بمكونات الكشري. معايا مكرونه، معايا نوعين مكرونه، ورز وشعريه وعدس بجبه، وكمان حمص وشطه وثوم وبصل وعيش والطماطم دي اللي انا هستعملها بقى في ايه؟ الصلصه بتاعه الكشري. معايا كميه الثوم دي كميه حلوه معتبره كده عشان خاطر هعمل بها بقى الدقه بتاعتي، وكمان التومه اللي هي بالخل. ومعايا هنا بصلتين انا قطعتهم كده وحطيت عليهم معلقه نشا عشان لما اجي احمر البصل يبقى ايه مقرمش معايا وحلو كده، بتخليه ناشف ومقرمش. وكمان مقطعه هنا عيش عشان احمره واعمله مع الكشري كده يبقى طعمه حلو. والحمص ده انا كنت غسلاه ونقعاه من بالليل عشان لما اجي اسويه يستوي معايا بسرعه ما يجيبش معايا في السوا. والزيت والخل، الحاجات دي اللي انا هستعملها في الكشري. حاجه جميله ومضمونه في البيت، واكله كلنا بنحبها ولادنا بيحبوها. عاملينها في البيت كده على نظافه بقى، وتبقي انت ضامنه انت بتاكلي ايه وعارفه معمول ازاي، فاكله كويس. طبعا احنا هنا جبت حله للمكرونه، حطيت فيها ميه وحطيتها بقى تغلي كده. ومعايا كده حله برضو هحمر فيها الشعريه، هنزل بالزيت واسيبه يسخن. ومعايا برضو العدس والحمص، حطاهم كده في كازرولات. انا هسويهم بقى، يعني انا هحط كل المكونات اولع عليها كده واطيب كل المكونات سوا عشان خاطر ما ياخدش معايا وقت. ولا انتوا عارفين طبعا الكشري بيبقى حاجه اصناف كتير، فعشان ما ياخدش معايا وقت ومجهود وكده انا هشغل كل عيون البوتاجاز الخمس شعلات، هحط عليهم كل حاجه. معايا هنا بقى بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل مقطعاهم عشان انزل بيهم على العدس وعلى الحمص، بتديله طعم حلو قوي، بيبقى طعمه جميل جدا. عايزاكم تجربوه كده اما تيجوا تسلقوه تحطوا له الحاجات دي بتديله طعم حلو، بيبقى طعمه حلو قوي يعني معاكم. معايا بقى هنا الشعريه هحمرها عشان خاطر يعني هبدأ كده بالشعريه الاول اشتغل فيها نحمر عشان ما تاخدش معانا وقت. هجيب بقى هنا طاسه كده واحط فيها شويه زيت عشان ابدا اعمل الصلصه بالثومه اللي هي بتاعه الكشري، اللي هي مش حراقه البارده. هبقى بقى هنا عماله بقلب في الشعريه وفي الثومه بتاعه الصلصه. حطوا لايك كده اللي لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ومحطش اللايك، حط اللايك واكتبوا لي تعليق كويس كده ومحفز للقناه. واللي بيتفرج عليا اول مره يا ريت يخش يحط لايك للفيديو ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ومفيد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الاكله بتاعتنا دي جامده وهتعجبكم وهتعجب اولادكم ان شاء الله لو جربتوها، يعني هتعجب اولادكم، وحاجه مضمونه، حاجه انت عارفه بتاكلي ولادك ايه معموله ازاي لما بتعمليها في البيت. بلاش يا جماعه الكشري اللي انتوا بتجيبوه من بره ده، والله احنا نقدر نعملوه في البيت وكمان طعم حلو احسن من بره الف مره. هقلب الشعريه كده، هتبقى بقى ايدي في الشعريه ومع التومه عشان خاطر الاتنين يعني ممكن يتحرقوا، لو انا نسيت عن دي شويه ولا دي شويه ممكن يتحرقوا معايا بسرعه، فانا ايدي في الاتنين بقى زي ما انتوا شايفين كده. كمان الميه بتاعت المكرونه، سلق المكرونه كانت غلت معايا اهي، هبدا هنزل برضو بالمكرونه واسويها كده واسلقها معاكم. والشعريه كمان احمرت والتومه كمان. يا صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعة واستغفروا كده، ربنا يكرمكم يا رب ويكرمني معاكم. يا سيدي يا سيدي، ايه الحلاوة والجمال ده؟ شايفين بقى الكشري وجماله وحلاوته؟ شامين الريحة؟ لا الريحة بدأت تطلع عندي كده جميل جدا. يا تكاته يا حركاته. الشعرية خلاص كده تمام احمرت. انا كنت غاسله الرز بقى وحطاه في ريحي عشان خاطر اول ما الشعرية تحمر
انزل بالرز على طول، عشان طبعا قلتلكوا عشان الوقت انا كنت داخله المطبخ متاخر، وكمان بادئه في الكشري ده متاخر، فكنت مجهزه كل حاجه بحيث ان هو ما ياخدش معايا وقت. الطماطم كده كنت مصفيها برضو ركنها جنبي كده، نزلت عليها بالتومه بالطماطم على التومه، وتمام كده. معايا بقى المكرونه، مكرونه سباكيتي ومكرونه من اللي هي الصغيره دي، هقلبها كويس. وطبعا هسويها في ميه السليق، عشان طبعا هي مش هسويها تاني، فهي هتتسوى في ميه السليق. المكرونه انا صفيتها وجبتها هنا، حطيتها برضو على البوتاجاز، حطيت عليها شويه زيت صغيرين كده وحبه ملح وحبه فلفل، مش هحط عليها اكتر من كده. وكمان معايا مرقه دجاج، هحط على مرقه الدجاج مكعبين كده، بيديها طعم حلو وريحه حلوه، بتبقى طعمها جميل جدا بالمرقه. عايزاكم تجربوها برضو لما تيجي تعملوا الكشري، جربوها. او مثلا المكرونه العاديه اللي هي بصلصه دي العادي من غير كشري يعني، لما تحطوا عليها مرقه دجاج بتديها طعم حلو قوي. يبقى اعملوها كده وجربوها وادعوا لي بقى، واكتبوا لي في الكومنت، اكتبوا لي كومنت على التعليق بتاع الفيديو. هقلبها كويس واسيبها بقى على نار هاديه كده شويه مع الزيت بقى، والحاجات اللي انا حطيتها دي هتخليها مفرفره وحلوه معايا، ومش هتعجن بقى ولا اي حاجه. اعملوا التركيه دي كده هتبقى جميله معاكم، مش هتعجن خالص. الرز طبعا انا كنت حطيت الرز وركنتها على ان اللي جوه كده يعني الشعله اللي جوه، وايه هقلبها دلوقتي معاكم. هغطي كده على المكرونه واسيبها خلاص كده تمام للمكرونه. هقلب الرز بقى كده ونشوفوه. يا سيدي يا سيدي الرز طب خلاص معايا كده، بس انا هسيبه كمان 5 على البوتاجاز كده وارجع لكم تاني. العدس كان استوى خلاص وطفيت عليه البوتاجاز، هركنه بقى كده على جنب. وكمان الصلصه يعني نقول عليها انها استوت، هحط لها بس شويه ملح واقلبها كده تقليبه حلوه، واسيبها كمان 5 دقايق كده برضو على البوتاجاز. هنعمل بقى الخل بالثوم. معايا هنا بقى كميه الثوم الحلوه دي، مش هاخدها برضو كلها. معايا معلقتين كبار كده مع معلقه كمون حلوه، الكمون بيديها طعم حلو، نديله معلقه حلوه كده ومعلقه ملح. وننزل بقى بالخل. دي بقى التوم بالخل اللي انا بعمله. ممكن بقى لو انت حابه ان انت تعمليها في الخلاط عشان مثلا تنعمي التوم اكتر، او لو انت حابه تعمليها كده براحتك، كده او كده هي بتبقى كويسه وبتدي طعم حلو. بس انا ما بعملش الخل بالثوم غير بالطريقه دي يعني، ما بحطش عليه غير الملح والكمون والخل والثوم. وساعات بضربها في الخلاط، بعملها بخلطها في الخلاط، وساعات بعملها كده. كده بقى هركنها على جنب تمام كده، خلصت منها. هاخد بقى العيش احمره والبصل ونعمل الصلصه الحراقه. هجيب بقى هنا معايا طاسه صغيره كده وابدا احمر البصل. اول ما الزيت يسخن هنزل بكميه البصل معايا، واخلي بالي منها لان طبعا البصل لو انا نسيت عنه هيتلسع معايا. زي ما انتم شايفين كده، احط بقى كميه البصل الحلوه دي. انا ما كنتش حطيت ملح للصلصه، احط لها ملح وفلفل. وطبعا هي طابت كده هطفي عليها بقى، والزيت سخن معايا كده برضو، هجيب البصل واحطه فيه. الزيت كان سخن، هنزل بكميه البصل دي، مش هحطها كلها عشان طبعا هما كانوا كتير، فانا هحط شويه شويه عشان اعرف احمره كويس، وكمان ما يتكسرش معايا في الزيت. انا عايزاه يطلع سليم زي ما هو كده، فانا هحط حبه بحبه كده. كان كل اكلي خلص، كل الحاجات المكونات اللي انا هحطها في الكشري كانت خلصت، الرز والمكرونه والعدس الرز بشعريه والصلصه كمان كانت كده كله تمام. مفيش بقى غير البصل والعيش هما اللي كانوا لسه موجودين، لسه ما عملتهمش. والصلصه الحراقه. معايا العيش هحمره برضو كده
هقلب بسرعة لان العيش بيتحمر يعني بيتحرق بسرعة او بياخد اللون بتاعه بسرعة، فهخلي بالي منه. انا كده خلاص خلصت العيش والبصل. هجيب بقى هنا معايا شطة حمرا وشطة خضرا، شطة حمرا خضرا، قرن كده محطة معاها، ودي حراقة موت يا جماعة. معايا بقى هنا كمية، احط البصل الخل، حبة خل كده بيديها طعم حلو. ومعايا صلصة الطماطم دي كانت فاضلة معايا برضو، هحطها عليها عشان خاطر تكسر طعم الحرقان بتاعها شوية. ومعايا برضو توم كده لسه، حط عليها بقى كمية التوم اللي كانت فاضلة معايا عشان تديها طعم حلو كده. وما اقولكمش بقى على حبة الخل اللي انتوا بتحطوهم معاها كده وهي بتستوي، بيديها طعم حلو قوي وطعم المزازة كده، بتبقى طعمها جميل جدا. هسيبها بقى تستوي كده براحتها. وكده بقى الاكل بتاعي كله خلص وفي وقت قصير، مخدش معايا وقت عشان انا يعني ولعت ال5 شعلات بتوع البوتاجاز، سويت عليهم الاكل كله في وقت واحد، فخلص معايا الكشري بسرعه. حطوا بقى لايك للكشري الجامد ده زي ما انتوا شايفين. الله الله الله، شامين الريحه؟ ها شامين ولا بتضحكوا عليا؟ شايفين الطعم بقى، الريحه والطعم حاجه خطيره بجد. كان الكشري ده ملهوش حل. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، حاجة حلوة وحاجة نظيفة ومضمونة، عاملينها في البيت وعارفين حاطين ايه ومعمول ازاي. يا ريت تجربوها وبلاش تشتروا الكشري بتاع بره ده، احنا مش ضامنين محطوط فيه ايه. ربنا يعافينا يا رب. وهغرف لكم بقى طبق كده. يا سلام يا سيدي يا سيدي، ايه الحلاوة دي والجمال ده والطعم ده بجد. شكله الاكل شكله جميل جدا، وكان جميل اصلا الطعم والشكل. وما اقولكمش بقى، كانت حاجه حلوه قوي، ولادي كلوا منه لما شبعوا، وكانت حاجه جميله حاجه مضمونه. كنت مبسوطه ان انا عملت لهم اكل زي بتاع بره بالظبط، وكمان نضيف ومضمون. يا ريت بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه، وما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو كده، تعليق للفيديو عشان خاطر ده اللي بيشجعني. ويا ريت تحطوا اللايك لان ده هو اللي بيرفع الفيديو. شايفين بقى الطبق الجامد ده اللي انا بعمله؟ يا سيدي يا سيدي، يا سلام يا سلام، خطير الكشري بتاعي ده خطير يا جماله يا تكات يا حركات. شايفين الكشري بقى وجماله؟ والعيش ده بقى كان خطير معاه كده، بحطه كده معاه، الولاد بيغمسوا بيه كده، بيبقى طعمه جميل جدا. ولو كلته لوحده كده من غير حاجه كمان بيبقى طعمه حلو. انا ولادي بيحبوا ان انا اعمل لهم العيش ده مع الكشري، بيبقى طعمه حلو قوي. دي الصلصه بقى الحراقه اللي انا كنت بقولكوا عليها، طعمها جميل قوي، فيها طعم المزازه بتاعه الخل، تديها طعم حلو قوي. ده بقى الطبق بتاعي الخطير يا جماعه.